مجال السوفت وير من المجالات اللي بنشوف فيها تحديات وتطورات سريعة جدا وفي أزمنة مختلفة. تخيل معايا كم البروجيكتس أو الابليكيشنز اللي بتشتغل عليها الشركات وبتطورها بشكل يومي. وعلشان يقدروا إن هم يتحكموا في كم الإصدارات اللي بيشتغلوا عليها كان لازم يبقى فيه نظام من خلاله يقدروا يتحكموا في كم التعديلات والإصدارات دي، وهو ده الفيرجن كنترول سيستم اللي هنتكلم عليه النهارده، وبالتحديد هنتكلم عن الجيت. سنة 1972 تحديدا داخل بيل لابس، حيث المشاريع الضخمة اللي أهمها في الوقت ده كان مشروع يونكس، قرر مهندس اسمه مارك روشكايند إن هو يبني واحد من أوائل أنظمة الفيرجن كنترول، وهو Source Code Control System. وده لأن وقتها كان المطورين بيواجهوا صعوبة في إن هم يعرفوا إيه التعديلات اللي تمت على المشروع، ومين اللي عمل التعديلات دي، وإمتى بالظبط التعديلات دي حصلت. لأن اللي كان بيحصل فعليا إن مع كل تعديل بيبتدوا ياخدوا نسخة جديدة من المشروع، وده طبعا ما كانش شيء عملي، وكان بيصعب عليهم إن هم يعملوا تراك لكل التشينجز اللي حصلت على المشروع. السورس كود كنترول سيستم أو اللي بنقول عليه ال SCCS قدم فكر وتطور كبير جدا في عالم الفيرجن كنترول. الموضوع بقى عملي أكتر. دلوقتي أنا بقى معايا تول بتعمل تراك لكل الموديفيكيشنز أو التعديلات اللي بتحصل على الملفات بتاعتي. كمان بقى عندي نظام هيستوري اقدر اشوف كل التعديلات اللي حصلت على المشروع بتاعي، واقدر اطلع المشروع على اصدارات مختلفة. وكان في فكرة التشيك ان والتشيك اوت، اللي هي اقدر من خلالها اعمل لوك للفايل اللي انا شغال او بعدل عليه، علشان محدش يعدل عليه معايا. وبعد ما بخلص التعديلات دي ببتدي ان انا اعمل تشيك ان للملف علشان التعديلات دي تتحفظ. في فترة الثمانينات كان عندنا نظام ال RCS أو ال Revision Control System اللي قدم تحسينات كبيرة جدا عن النظام اللي قبله، سواء في البرفورمانس أو في إدارة الملفات. ولكن مشكلة الأنظمة دي إن هي ما كانتش عملية مع الأعداد الكبيرة أو التيمز الكبيرة، كانت مناسبة أكتر للإنديفيدوال ديفلوبرز. لحد فترة التسعينات اللي ظهر فيها نظام ال CVS، وكان من أول الأنظمة أو من أول التولز اللي كانت بتدعم فكرة الكولابوريشن أو التعاون ما بين الفرق الكبيرة. فكان يعتبر جيل جديد من الفيرجن كنترول تولز. وبعد كده ظهر ال SVN اللي ضاف تحسينات وتطورات أكتر من ال CVS. ولكن مشكلة الأنظمة دي إن هي كانت centralized، يعني كل الهيستوريز أو السناب شوت بتاعة البروجكت كانت موجودة على سيرفر واحد بس. فأي مشكلة تحصل أو حصلت على السيرفر ده، كل الهيستوري بتاعتي بتروح. في بداية الألفينات بيت كيبر قدمت أول distributed version control في العالم. يعني دلوقتي كل ديفلوبر يقدر يحتفظ بنسخة كاملة من المشروع بكل الهيستوري اللي حصلت على المشروع. ولو حصل مشكلة على أي جهاز منهم مفيش أي مشكلة، كل التيم يقدر يكمل شغل عادي. يعني ما بقاش عندي single point of failure. بيت كيبر كانت من التولز المعروفة والمستخدمة في معظم المشاريع في بداية الألفينات، لحد ما عملوا غلطة عمرهم لما وقعوا في خلاف مع لينوس ترافلد اللي كان شغال وقتها على اللينكس كيرنل. الخلاف انتهى ان بيت كيبر قررت تسحب الفري لايسنس من تيم لينوس، ولكن لينوس قرر ساعتها ان هو يبني الفيرجن كنترول الخاص بيه واللي هيكمل بيه باقي مشاريعه. وفي خلال 10 ايام بس من بعد قرار لينوس ظهر معانا اول اصدار من الجيت. الجيت قدر ان هو يتفوق على بيت كيبر بفارق رهيب، وده بسبب المزايا الجديدة اللي قدمها، وكمان كان مجاني بشكل كامل عكس بيت كيبر اللي كان مدفوع. ده غير انه كان اوبن سورس بروجكت، وده شجع المطورين والمبرمجين ان هم يطوروا فيه اكتر بعد لينوس. الجيت كان مازال محتفظ بفكرة الديستريبيوتد، يعني كل ديفلوبر مازال يقدر يحتفظ بنسخة كاملة من المشروع على اللوكال ماشين بتاعته. قدم لي كمان فكرة البرانشنج،
إن أنا والتيم بتاعي نقدر نشتغل على نفس الفايل أو الملف من غير ما نأثر على تعديلات بعض، ومن غير ما حد يحجز الملف عنده لحد ما يخلص التعديلات عليه. كمان قدم لي فكرة الداتا انتجريتي، كل تغيير أو سناب شوت بيكون مسجل معاه هاش اي دي، أقدر في أي وقت أرجع للتعديل ده أو التغيير ده من خلال الهاش اي دي. قدم لي فكرة الميرجنج، يعني بعد ما نخلص كلنا تعديلاتنا على البرانشز بتاعتنا نقدر إن احنا نعمل ميرج أو ندمج التعديلات دي كلها مع بعض على برانش واحد. وكمان لو في أي كونفليكت، يعني لو في أكتر من ديفلوبر عدلوا على نفس اللاين، بيبتدي يجيب لي التعديلات اللي تمت على اللاين ده علشان أشوف الأولوية هتكون لأنهي تعديل. كل ده بيكون موجود في مكان واحد بس، وهو الدوت جيت فولدر اللي بيبتدي يتنشئ أول ما بعمل انيشيت للجيت داخل البروجكت بتاعي. بيبتدي إن هو ينشئ لي هيدن فولدر اسمه دوت جيت، بيكون فيه كل التعديلات وكل البرانشز اللي أنا اشتغلت عليها، وكمان الكومنتس اللي أنا بكتبها مع كل تعديل. يلا بينا نسيبنا شوية من النظري ونبتدي في التطبيق العملي. قبل أي حاجة اتأكد إن أنت عندك الجيت على الماشين بتاعتك. هتروح على الموقع الرسمي وتبتدي تعمل انستول فور ويندوز أو تشوف الأوبريتنج سيستم اللي أنت شغال عليه، سواء ماك أو لينكس، فكل الإصدارات متاحة. تقدر تشتغل على أي بروجكت أنت حابه، سواء أنت حابب تعمل بروجكت من جديد أو سواء أنت عندك بروجكت أصلا وحابب إن أنت تطبق عليه معايا. ودلوقتي تقدر تستخدم منصة ستاننج علشان تنفذ فكرتك بالاي اي بكل سهولة. كل اللي عليك انك توصف فكرتك والايجنت هيبدأ يبني التطبيق قدامك خطوة بخطوة. وبعد كده تقدر تعمل ريفيو كامل على الابلكيشن بتاعك او كمان على الداتابيز من خلال الداتابيز مانجمنت سيستم اللي هم بيوفروها. يعني تقدر تشوف ازاي الداتا بتاعتك بيتم تخزينها وكمان تعدل عليها. كمان مش محتاج اقول لك، لو انت ديفلوبر فتقدر تعمل ريفيو على الكود بكل سهولة. تقدر دلوقتي تدخل على ويب سايت من خلال stunning.so او هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. علشان نتأكد إن الجيت موجود على الماشين بتاعتنا أو حصل له انستول بشكل صحيح، هنبتدي نشوف الإصدار اللي إحنا شغالين بيه، فهنقول له جيت داش داش فيرجن، وهيبتدي يظهر لنا رقم الإصدار. لو في أي ايرور طلع لك، ممكن إن أنت تعمل ريستارت للماشين أو تعيد خطوة الانستول مرة تانية. طيب إحنا دلوقتي موجودين في البروجكت دايركتوري، موجودين داخل المشروع، عايزين نبتدي نعمل initialization للجيت علشان يبتدي يعمل تراك لكل التعديلات أو التغيرات في المشروع. فأول كومنت معانا هو الجيت init. هندوس انتر، وزي ما احنا شايفين عمل كرييت للدوت جيت فولدر اللي هيتخزن فيه كل التعديلات بتاعتنا. بالمناسبة لو الفولدر ده ما ظهرلكش وانت شغال على فيجوال ستوديو كود، هتبتدي تدخل على اعدادات وهتكتب في السيرش فايل دبل كولن اكسكلود. هيظهر لك كل الفولدرز اللي معمول لها اكسكلود ومش بتظهر معاك على فيجوال ستوديو كود، فهتلاقي معاهم الدوت جيت. هتروح تعمل له هنا ريموف، وبعد كده هيظهر معاك بشكل طبيعي. طيب تعالوا بقى نشوف محتوى الدوت جيت. عندي فولدر للهوكس. الفولدر ده بيكون فيه سكريبتس معينة بيحصل لها اكسكيوت مع كل كوماند انا بعمل له رن، زي مثلا لما بعمل رن لحاجة زي الجيت كوميت اللي هنشوفها مع بعض او الجيت اد. فدي عبارة عن سكريبتس معينة بيبتدي ان هو يعمل لها اكسكيوت سواء قبل الكوماند او بعديه. عندنا هنا الانفو بيكون فيه فايل للاكسكلود، يعني لو في مثلا سيكريت فايل عندي او فايل معين انا مش عايز اعمل عليه تراكنج او مش عايز الجيت يشوفه، فهبتدي ان انا اعمل له اكسكلود، اكتب اسمه داخل الفايل ده. عندنا هنا الاوبجكتس، وده بيسموه قلب الجيت. ده عباره عن الداتابيس بتاعتك اللي بيتخزن فيها كل حاجه، كل السناب شوتس بتاعتك، كل الكومنتس اللي انت كتبتها، اي حاجه بتتخزن في الاوبجكتس. اما الريف بيكون فيه تو فولدرز، الهيد والتاجز. الهيد ده بيكون فيه كل البرانشز اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي اللي انت اشتغلت عليها، وبيكون داخل كل فايل منهم اخر كوميت اي دي في كل برانش. التاجز دي لو انت عايز تميز سناب شوت معينه، يعني عايز تكتب جنبيها كده او تميزها ان السناب شوت دي مثلا فيرجن 1 او فيرجن 2 وهكذا. وهنشوف برضو فكره التاجز مع بعض.
فده كده محتوى الدوت جيت. بعد ما عملنا initialization للجيت، تعالوا بقى نبتدي نعمل اد للفايلز اللي محتاجين نعمل لها تراكنج. انا عندي هنا السورس فولدر، جوه السورس فولدر ده عندي الاب.ts وجواه السكريبت بتاعي. فاول حاجه كده انا محتاج اروح للتيرمينال واقول له get status. get status بيعرفني شويه بيانات زي مثلا اسم البرانش اللي انا موجود عليه. زي ما قلنا ان الجيت قدم لنا فكره البرانشز، يعني اقدر اشتغل على اكتر من فيتشر على برانشز مختلفه، وفي اي وقت اقدر اعمل لهم ميرج على برانش واحد، يعني بعد ما اتاكد ان كل حاجه ستيبل او مفيش اضافات تانية. ولكن طبعا لازم يكون عندك على الاقل برانش واحد اساسي اللي هو الماستر او المين برانش، وده باي ديفولت الجيت بيعمل له كرييت بعد خطوه الانيشاليزيشن. هنا بيقول لي انت عندك untracked files، يعني في فايلز محتاج تعمل لهم tracking او محتاج تعمل لهم add في الداتابيز بتاعه الجيت. فهنا بيقول لك انت محتاج تستخدم الكوماند ده get add وتحدد اسم الفايل اللي انت محتاج تعمل له add. يعني اقدر احدد فايل باسمه، او كمان اقدر ان انا اقول له get add all، يضيف لكل الملفات. طيب نفترض ان انا عايز اضيف كل الملفات مثلا ما عدا ملف واحد. يعني عندي هنا مثلا secret file، والسيكريت فايل ده انا بستخدمه لغرض معين في البروجكت بتاعي، ولكن مش محتاج الجيت يقراه. وفي مثلا سيكريت تكست انا مش هحتاج ان هو يعمل له تراكنج او يقرا الملف ده. فطبعا اتعرفنا على الاكسكلود فايل. اقدر ان انا اجي في الاكسكلود فايل واحدد اسم الملف اللي انا عايز اعمل له اكسكلود او مش عايز اعمل له اد في الجيت داتابيس. فلو جيت هنا قلت له جيت ستاتس، هو هنا قرأ السورس بس، ولكن لو شلت السيكريت فايل من هنا طبعا هيقول لي دلوقتي انت عندك السورس وعندك السيكريت فايل، فانا السيكريت فايل ده محتاج اعمل له اكسكلود. فدي طريقة نقدر من خلالها نعمل اكسكلود لأي ملف احنا عايزينه. طيب بعد كده هقول له get add. بس قبل ما ادوس get add تعالوا هنا نفتح فولدر الاوبجكتس اللي هو عبارة عن الداتابيز بتاعتنا وندوس enter. هنلاحظ هنا ان في فولدر جديد بقى موجود عندي في الاوبجكتس. طيب الجيت اد ده بيعمل ايه؟ الجيت اد بيبتدي ان هو يعدي على الفايلز اللي موجوده عندي، وبيبتدي ان هو يخزن الكونتنت بتاع كل فايل. يعني عندي هنا الاب دوت تي اس بيشوف محتوى الفايل ده، وبعد كده يخزن الكونتنت بتاع الملف ده في الاوبجكتس. وزي ما قلت لكم بيخزن المحتوى بس، ما بيخزنش ولا الاسم ولا البريميشن ولا اي حاجه، فلازم ناخد بالنا من الجزء ده كويس. ده الجيت اد. طيب تعالوا كده نشوف الملف اللي هو ضافه ده او الفولدر اللي هو ضافه ده. ده عباره عن فولدر، طبعا الاسم غريب شويه، هو عباره عن SHA ID. بياخد اول تو كاركترز بيديهم للفولدر، وباقي الهاش اي دي بيديه للملف. ده عباره عن اوبجكت نوعه بلوب. لما تسمع كلمه بلوب اعرف ان الاوبجكت ده عباره عن فايل كونتنت. فايل كونتنت، لكن مفيش ولا اسمه ولا البريميشن. تعالوا كده نتأكد مع بعض. هنقول له get cat -file، بعد كده بكتب اسم الفولدر 6b. ممكن اكتب اول 4 characters من اسم الفايل او الاوبجكت 47. وهنا هقول له انا عايز اعرف نوع الملف ده ايه. بيقول لي بلوب. بلوب يعني ده عبارة عن فايل كونتنت، محتوى ملف. طب انا عايز اقرا المحتوى ده، هقول له هنا داش بي يعني pretty print، فهيطلع لي كده محتوى الملف، نفس المحتوى طبعا الموجود في الاب دوت تي اس. فدي خطوة الجيت اد، بيبتدي ان هو يعدي على كل الملفات، وزي ما قلت لكم بيخزن بس محتوى الملفات دي، ولا بيخزن الاسم ولا البريميشنز اللي موجودة على الملف. بعد خطوة الجيت اد انا كده بقيت موجود على الستaging اريا، ودي بتكون عبارة عن مرحلة مؤقتة او خطوة مؤقتة من خلالها الجيت بيبتدي يقرا محتوى الملفات بتاعتي، وكده الجيت مستني مني تأكيد على التعديلات دي علشان يبتدي ياخد منها سناب شوت. وعلشان ابتدي اكد له على التعديلات دي هقول له هنا get commit، وابتدي ان انا اكتب له تعليق او كومنت. الكومنت ده لازم يكون بيوصف فعلا التعديلات او الاضافات اللي انا اشتغلت عليها. هقول له مثلا هنا this is my first script. هنقول له enter،
وهنلاحظ هنا في الاوبجكتس ان هو ضاف لي 3 فولدرات جديده غير طبعا البلوب اوبجكت. تعالوا كده نشوف الفولدرات دي عباره عن ايه. فاحنا طبعا اتعلمنا مع بعض علشان اشوف نوع اي ملف هقول له get cat dash file dash t وهقول له 4d، وبعد كده هاخد اول 3 حروف مثلا من اسم الملف اللي هو ال sha hash id، هقول له 74f. بيقول لي ده عبارة عن tree. هنا هو بيبتدي يسجل الهيراركي الخاصة بالبروجكت بتاعي أو الملفات بتاعتي. طيب عشان الكلام يبقى واضح أكتر تعالوا كده نقرأ محتوى الملف أو الأوبجكت ده. هنقول له dash b يعني print، وهنا ابتدى إن هو يعرض لي محتوى الأوبجكت على شكل تيبل. أول كولمن عندي ده اسمه الفايل مود. الفايل مود ده من خلاله أنا بقدر أحدد نوع الملف ده إيه. ده هنا عبارة عن دايركتوري بيبتدي بزيرو 4، ده كده عبارة عن دايركتوري. وفعلا لو شفت آخر كولم هلاقيه بيشاور على السورس. طيب بيقول لي إن ده نوع تري، ومحتوى الدايركتوري ده هو الأوبجكت ده، فجايب لي الهاش اي دي بتاعه. طيب ما تيجوا بقى نقرا الاوبجكت ده. برضه هنقول له نفس الكوماند get cat dash file dash p، وتعالوا هنا ناخده copy paste ونشوف ده عبارة عن ايه. طيب ده كده الفايل مود، من خلاله قدرت اتعرف على نوع الملف ده عبارة عن فايل. تمام. طيب بيشاور على انهي فايل؟ بيشاور على الاب دوت تي اس اللي هو ده، وده الكونتنت بتاعه. طيب تعالوا بقى نشوف الكونتنت بتاعه عبارة عن ايه. هناخد الهاش اي دي ده، نقول له هنا بيست، وهنا عرض لي محتوى الملف اللي احنا شفناه من شوية. يعني هنا هو ابتدى فعلا ان هو يسجل الهيراركي بتاعتي. يعني هو حرفيا عمل كده، قال لي انت عندك سورس، وجوه السورس ده عندك اب دوت تي اس، وجوه الاب دوت تي اس انت عندك المحتوى بتاعك اللي هو ده. ابتدى ان هو يسجل الهيراركي بتاعه المشروع بتاعي بعد خطوه الجيت كوميت. وكده انا بقى معايا سناب شوت بالتعديلات بتاعتي. وعلشان اشوف التعديلات او الهيستوري بتاعي هقول له هنا جيت لوج. انا هنا عندي تعديل واحد بس فهو جاب لي التعديل ده. طبعا اي سناب شوت بيكون معاه الكوميت اي دي، علشان لو انا محتاج ارجع للتعديل ده في اي وقت استخدم الاي دي بتاعه. وهنا كاتب لي الكومنت اللي انا كتبته، انا فعلا كتبت الكومنت ده والديت والاوثر. ده اليوزر نيم بتاعي. اليوزر نيم ده انا كتبته او سجلته اول ما عملت داونلود او انستول للجيت. تعالوا دلوقتي نشوف واحدة من اهم مميزات الجيت وهي البرانشز. زي ما قلنا ان عن طريق البرانشز اقدر ان انا اعمل كرييت لاكتر من برانش واشتغل على فيتشرز مختلفة. لان طبعا في الشغل العملي او الشركات المين او الماستر برانش ده بيكون عليه الليتست ستيبل فيرجن، يعني بيكون عليه اخر نسخة مستقرة من المشروع بتاعي او اللي بتكون موجودة على البرودكشن. فطبعا ما ينفعش ان انا اعدل على الماستر او المين برانش بشكل مباشر. لازم التعديلات او الاضافات بتاعتي تكون موجودة على برانشز تانية، برانشز فرعية، وابتدي ان انا اعمل لها ميرج اول ما الاقي ان الفيتشرز دي بقت ستيبل. فانا هبتدي دلوقتي اعمل كرييت لبرانش تاني، هقول له جيت برانش، وطبعا اسم البرانش ده بيكون متفق عليه ما بين التيمز او الشركات. طبعا من الاسامي الشائعه جدا ان انا لو هشتغل على فيتشر جديده فيفضل ان اسم البرانش يبتدي بفيتشر، وساعات بيكتبوها فيت اختصارا. هقول له سلاش لوجن. هاجي كده اقول له اعمل لي ليست بالبرانشز اللي موجوده عندي. بيقول لي انت عندك فيتشر سلاش لوجن وعندك الماستر، وانت دلوقتي موجود على الماستر، عامل لي عليه كده هايلايت. طيب انا بقى عايز اعمل سويتش للوجن برانش، هقول له هنا جيت تشيك اوت فيت سلاش لوجن. فكده هو عمل سويتش للوجن برانش. واقدر طبعا استخدم كوماند تاني، اقول له جيت تشيك اوت داش بي
feed/logout. الكوماند ده بيبتدي يعمل كرييت للبرانش ويعمل سويتش عليه في نفس الوقت. يعني هدوس انتر، هو كده عمل كرييت للبرانش ده وعمل سويتش عليه. اقول له جيت برانش، هلاقي ان انا موجود في اللوج اوت برانش. طيب تعالوا نروح مره تاني على اللوجن برانش، وابتدي اضيف التعديلات بتاعتي. يعني مثلا ممكن ان انا اضيف فايل جديد مثلا، وهقول له هنا const username مثلا، هقول له const job، وبعد كده هبتدي ان انا اعمل اد للتعديلات بتاعتي واعمل لها comment. اقول له اد مثلا login page. لو رحت دلوقتي على الماستر برانش هلاقي ان الفايل ده اختفى من عندي بس الاب دوت تي اس. تعالوا بقى نشوف فكره الميرج. هبتدي ان انا اروح دلوقتي على اللوج اوت برانش، وهعمل ميرج لللوجن برانش مع اللوج اوت برانش. يعني هبتدي ان انا اعمل دمج للتعديلات على اللوج اوت برانش. نفترض مثلا ان انا محتاج اخر تعديلات على اللوجن برانش عشان اقدر اكمل شغل على اللوج اوت برانش. وارد ان حاجه زي كده تحصل، فاقول له هنا get merge fit/login. ابتدى ان هو يعمل ميرج للتعديلات اللي كانت موجوده على اللوجن برانش وضافها لي. يبقى هنا هو ضاف لي اللوجن بيج او اللوجن سكريبت عندي. طيب هبتدي انا بقى في اللوج اوت برانش مثلا هعدل على اللاين ده على سبيل المثال، وممكن كمان اكتب const مثلا location، خليها country، وهعمل لوج اوت للكونتري. تمام، اي تعديلات. طيب هبتدي اعمل اد للتعديلات بتاعتي دي وهعمل commit للتعديلات. هقول له مثلا add country. تمام كده انا ضفت التعديلات بتاعتي على اللوج اوت برانش. طب تعالوا بقى نروح على الماستر برانش وهنعمل ميرج للوج اوت برانش مع الماستر برانش. فاقول له get merge feed/logout. تمام، ابتدى ان هو فعلا يعمل ميرج للتعديلات اللي على اللوج اوت مع الماستر. طيب تعالوا كده مرة تاني نقول له مثلا هغير اللاين ده، هخليه كايرو، واخلي دي مثلا تبقى سيتي. تمام. طيب ابتدي ان انا اعمل اد للتعديلات دي وبعد كده هعمل commit وهقول له change مثلا country to city. هنروح مرة تاني على اللوج اوت برانش. تمام، وبعد كده اقول له get merge master. هعمل ميرج بقى المرة دي من الماستر للوج اوت برانش. تمام، ابتدى ان هو يعمل اوفر رايت على اللاين فعلا اللي انا عدلته على الماستر. تعالوا دلوقتي نشوف واحدة من اكبر المشاكل اللي بتقابل اي تيم ديفلوبمنت بيشتغل على الجيت. انا دلوقتي موجود على اللوج اوت برانش. طب هروح اعدل على السطر ده، وبعد كده هاجي هنا هقول له get add وهعمل commit بالتعديلات بتاعتي، مثلا add last name. هروح دلوقتي على الماستر برانش. مثلا ممكن يبقى في حد شغال على الماستر وعدل على نفس اللاين اللي انت عدلت عليه. تمام، يعني مثلا راح كتب حاجة مختلفة في اللاست نيم على سبيل المثال، او حط هنا مثلا دوت، وبعد كده حب ان هو يعمل ميرج للبرانش اللي انت عدلت عليه. هاجي هنا اقول له get
merge feat slash logout. لازم الأول قبل ما أعمل merge لازم الأول أعمل add للتعديلات بتاعتي أو أعمل بيها commit. فأقول له ممكن أقول له get commit على طول -am. باختصار بقى هعمل merge للcommands مع بعض وأقول له مثلا add مثلا dot مثلا، وبعد كده هقول له اعمل لي merge. هنا حصل conflict. الconflict ده بيحصل لما اتنين بيعدلوا على نفس اللاين في نفس الوقت. يعني أنا رحت عدلت في اللوج اوت برانش على اللاين اللي هو بتاع النيم، وبرضه على الماستر برانش في حد تاني او يمكن يكون انا نفس الشخص رحت عدلت برضه على نفس اللاين. فهنا بيقول لك ان في كونفليكت حصل. انت عايز تاكسبت انهي تعديل من التعديل اللي هو هيكون ليه اولويه عندك. فابتدي ان انا اشوف كل تعديل. هنا بيقول لي الهيد او التعديل الموجود حاليا على البرانش بتاعك او الكرنت تشينج، وهنا الانكoming تشينج او التعديل اللي انت استقبلته بناء على الميرج اللي حصل. فابتدي ان انا اقارن التعديلات ببعض. طبعا لما عدد التيم بيكون كبير بنبتدي إن إحنا بقى نشاور بعض. طيب هنعمل accept لده أو ده، طبعًا خصوصًا لو الmerge ده بيكون في ملفات كتير جدًا في المشروع، لو شغالين على مشروع كبير، فبنبتدي إن إحنا نتكلم نتشاور مع بعض نعمل accept لأنهي تعديل وهكذا. تمام، فدي من المشاكل اللي دايمًا بتقابل الdevelopment team. فبنبتدي نشوف التعديل اللي هيكون ليه أولوية ونعمل له accept. تمام، طبعًا أنا هنا عملت accept فهو متوقع إن أنا كنت هاعمل console log للcountry، فهابتدي أقول له خلاص أنا ممكن أعمل accept للincoming علشان بس ما يجيبليش الerror. وبعد كده خلاص هابتدي إن أنا أعمل commit بالتعديلات بتاعتي. هاقول له get commit -am مثلًا هاقول له merge with logout branch. لو حبيت أشوف الlogs بتاعتي، ده آخر log عندي. تمام، اللي هو merge with logout branch. دي كل اللوجز أو التعديلات اللي تمت. يعني أنا عندي history كامل بكل التعديلات اللي أنا اشتغلت عليها. بعد كل التعديلات اللي إحنا اشتغلنا عليها والبرانشز اللي إحنا نشأناها، محتاجين إن إحنا نعمل share لكل التعديلات والsnap shots اللي موجودة على الlocal machine بتاعنا. فهنا كان لازم يكون في remote server يكون عليه كل التعديلات الخاصة بكل الteams علشان نقدر إن إحنا نعمل share للتعديلات أو الsnap shots دي. طبعًا هي ميزة جميلة جدًا إن إحنا شغالين distributed، يعني كل فرد من الteam عنده الworking directory أو الgit repository على الماشين بتاعته، ولكن طبعًا محتاجين إن إحنا نعمل share لكل التعديلات دي. فبطريقةٍ ما هابتدي إن أنا آخد copy أو clone من الgit repository بتاعتي، وابتدي إن أنا أعمل لها share عن طريق الmail أو الSSH. طبعًا دي كانت الطرق الشائعة وقت ما الgit ظهر، ولكن طبعًا مش دي الطريقة اللي إحنا بنستخدمها دلوقتي. ولكن برضه عشان يكون عندنا فكرة هنبتدي نقول له get clone dash dash for، هاقول له dot عشان ياخد الworking directory بتاعتي، وبعد كده هاقول له الoutput بتاعي هيبقى اسمه project.get. ده كده الfolder اللي أنا هابتدي أبعته على الmail أو USB أو أيًا كان. تمام، تعالوا كده مع بعض ننقل الملف ده في مكان تاني. نقلت الfolder اللي طلع لي في directory مختلفة، هاقول له get clone وهاحدد get repository بتاعتي، وبعد كده هاقول له الoutput هيكون project. ده كده الoutput بتاعي، هنلاقي الsource code موجود. تمام، وآدي الdot get. تعالوا كده نعمل navigate على project ونقول له get log. دي كل التعديلات اللي إحنا كنا شغالين عليها. نعتبر نفسنا مثلًا على local machine مختلفة، هيظهر لي الlogs. تمام، اللي زميلي اشتغل عليها. طيب عايز أشوف الbranches، هاقول له get branch dash a عشان يجيب لي كل الbranches اللي موجودة عندي feature/logout login، وعندي طبعًا الmaster. أقدر إن أنا أعمل switch على أي branch فيهم.
اقول له مثلا feat/login وهيعمل لي هيعمل switch بدون اي مشاكل. فدي الطريقة الشائعة اللي كانت موجودة وقت ما ظهر الجيت، ولكن طبعا التطور موقفش لحد هنا. سنة 2008 تم الإعلان عن منصة جيت هاب، واحدة من أشهر المنصات لاستضافة الجيت ريبوزيتوريز. يعني بدل ما انت عندك الريبوزيتوري موجودة على اللوكال ماشين بتاعتك، تقدر تعمل لها شير بكل سهولة من خلال الجيت هاب، وكل أفراد التيم يقدروا يشوفوا التعديلات اللي تمت من ناحيتك أو من ناحية أي فرد من أفراد التيم. كمان طور فكرة الكولابوريشن أو الانجيجمنت ما بين التيمز. دلوقتي بقى عندك حاجة اسمها pull request، يعني تقدر تطلب من الشخص المسؤول عن المشروع أو التيم إن هو يعمل ريفيو على الكود بتاعك قبل ما يعمل له ميرج على المين برانش. ولو في أي مشكلة يقدر إن هو يكتب لك كومنت على السطر أو اللاين اللي فيه مشكلة. فالكود ريفيو بقى أسهل كتير جدا لكل أفراد التيم. كمان انتشرت أكتر فكرة ال Open Source Projects، يعني دلوقتي أي مبرمج أو ديفلوبر شغال على مشروع ما زي مثلا الجيت، يقدر إن هو يعمل شير للجيت ريبوزيتوري على الجيت هاب بشكل public، وأي حد حابب يشارك في المشروع أو يشوف الكود الخاص بالمشروع يقدر بكل سهولة جدا إن هو يعمل كده. ده الويب سايت الخاص بالجيت هاب. دلوقتي تقدر إن أنت تعمل ساين أب من خلال جوجل أكاونت أو أبل أكاونت. طيب أنا طبعًا عندي account على الGitHub، فتعالوا نشوف مع بعض شكل الGitHub من جوّه عامل إزاي. بعد ما تعمل login ده كده شكل الGitHub من جوّه. بيقول لك تقدر إن أنت تعمل create للfirst project أو الfirst repository على الGitHub. فهنقول له create. بيبتدي إن هو يطلب مني الname الخاص بالrepository دي، مثلًا هاقول له project demo. لو عندي description أقدر أكتب description، وهنا بيقول لي اختار الvisibility. طيب عندي طبعًا نوعين من الvisibility، عندي public أو private. زي ما قُلنا فكرة الpublic، لو أنا مثلًا عندي open source project فأقدر إن أنا أخلّيه public، وأي حد طبعًا هيقدر إن هو يعمل clone أو ياخد الproject ده على الlocal machine بتاعته. أمّا private ده في الأغلب اللي بنشتغل بيه في الشركات أو المشاريع الخاصة، فأنا هاقول له private. بيقول لي لو عايز تضيف ملف readme ده اللي بنكتب فيه description مثلًا، أو بنكتب فيه تعليمات تخُص الproject. وهنا بيقول لي لو عايز أضيف .getignore file. ال.getignore file ده عامل زي ملف الexclude اللي إحنا اتكلمنا عليه. أقدر إن أنا أضيف فيه أي ملف أنا عايز أعمل له hidden، أو عايز الجيت ما يقدرش إن هو يقراه أو يقرأ التعديلات اللي تمت على الملف ده. وكمان أقدر من هنا أختار template معينة الجيت هاب هو اللي هيعملها لي، يعني حسب التكنولوجيا اللي أنا شغال بيها. لو أنا شغال على مشروع سي بلس بلس أو سي، ففي بعض الفايلز يعني اللي جيت هاب بيرشح لك إن أنت ما تعملهاش بوش على الريبوزيتوري. لو أنا مثلا شغال بنود جي اس هبحث عن نود وهختار نود، هيبتدي إن هو يعمل لي تمبلت من عنده، وأقدر إن أنا أعدل على التمبلت ده. بيبقى فيه مثلا حاجة زي النود موديولز، يعني النود موديولز طبعا لا يفضل ان انا اعمل لها بوش على الريبوزيتوري. وبعد كده بقول له create repository. كده انا بقى عندي remote repository، يعني ريبوزيتوري موجودة على الجيت هاب بلاتفورم او موجودة على السيرفر. اقدر ان انا اعمل شير لكل التعديلات بتاعتي اللي كانت موجودة على اللوكال ريبوزيتوري بتاعتي، اللي كانت موجودة على اللوكال ماشين، علشان باقي افراد التيم يقدر ان هو يشوف كل التعديلات دي. طيب تعالوا بقى نرفع المشروع بتاعنا اللي احنا اشتغلنا عليه تمام على الجيت هاب. اول حاجه هبتدي ان انا اخد كوبي لريموت ريبوزيتوري يو ار ال. هروح على كود وهقول له هنا كوبي. هرجع تاني على اللوكال ريبوزيتوري. دلوقتي انا محتاج اعمل سينك ما بين اللوكال ريبوزيتوري والريموت ريبوزيتوري. فاول خطوه هنا هقول له get remote add origin، وهقول له paste لريول ال. ولكن شرط علشان السينك ده يتم بشكل صحيح لازم أكون authorized عشان ما أقابلش أي مشاكل، لأن دي عبارة عن private repository، فلازم أكون authorized علشان أقدر إن أنا أعدل عليها أو أضيف تعديلات عليها. فعلشان الكلام ده يتم هروح على الإعدادات settings،
وهدخل على developer settings وهقول له personal access token وهختار classic. دلوقتي انا هعمل generate لتوكن. التوكن ده انا هستخدمه علشان انفذ اي اكشن على الريبوزيتوري. هقول له كلاسيك مرة تاني، وبعد كده ببتدي ان انا اكتب نوت على الريبوزيتوري دي، مثلا اقول له my access token. يفضل طبعا ان انا اختار expiration date، بلاش نختار no expiration غير لو انت متأكد ان التوكن بتاعك هيكون موجود في مكان محدش يقدر يوصل له. دي الصلاحيات اللي انا هضيفها على التوكن. يفضل برضو ان الصلاحيات تكون مناسبة للرول اللي هيستخدم التوكن، فيفضل ان احنا نقرا عن الصلاحيات دي، هتلاقي موجود جنبها description. تمام، ونختار الصلاحيات المناسبة. طبعا علشان بس الفيديو انا هختار كل الصلاحيات عشان نقدر ان احنا ننفذ بالتوكن ده اي حاجة. طيب بعد ما اخترت الصلاحيات هقول له generate token. طيب ناخد بالنا ان التوكن ده ما يتعملوش شير مع اي حد، وطبعا بمجرد ما تعمل ريفرش هيبتدي التوكن ده ان هو يروح، فانت لازم تاخده كوبي وتروح تعمل له سيف في مكان محدش طبعا يقدر ان هو يشوفه من خلاله. هنرجع تاني على اللوكال ريبوزيتوري وهنيجي هنا قبل جيت هاب هقول له اد واعمل بيست للتوكن بتاعي. طيب تاني خطوة، انا عايز ان انا اخلي اللوكال برانش بتاعي زي الريموت برانش بالظبط. يعني انا لو رحت على الريموت ريبوزيتوري هلاقي اسم البرانش هنا مين، فيفضل طبعا ان انا اخلي برضو البرانش هنا اسمه مين. فهقول له get branch dash m capital main علشان يغير لي اسم البرانش. طيب تعالوا كده نقول له get status. هنا بيقول لي مفيش حاجة تضيفها او تعمل لها تراك. هقول له get push dash u عشان يعمل sync origin main. بيقول لي انت محتاج تعمل بول الاول من على الريموت برانش، لان في تعديلات موجوده على الريموت برانش مش موجوده عندك. زي ايه؟ زي الدوت جيت اجنور فايل وزي الريدمي مش موجودين على اللوكال ريبوزيتوري، فلازم تعمل لهم بول. اقول له جيت بول اوريجين مين. طيب هنا ظهر لي مشكله بيقول لي refusing to merge unrelated histories، ودلوقتي شايف 2 ريبوزيتوري مختلفين، شايف مشروعين مختلفين عن بعض، فعشان كده بيقول لك في مشكلة في عندك unrelated histories، يعني الهيستوري اللي موجودة هنا غير اللي موجودة هنا، ودي مشكلة ممكن تقابلها في أول مرة بس. فهنروح هنا هنقول له get push origin main، وفي option هقول له allow unrelated histories علشان نعمل force للبول. فهيبتدي هنا ان هو يعمل بول. ادي الدوت جيت اجنور، ده التمبلت اللي اخترناه. زي ما قلنا التمبلت ده مناسب لمشاريع النود جي اس، تقدر تختار التمبلت المناسب ليك. وادي الريدمي فايل. طيب اخر خطوة ان انا بقى اعمل بوش على الريموت ريبوزيتوري. داش يو دي اول مرة بس عشان اعمل سينك ما بين التو برانشز اللوكال والريموت. كده هو عمل فعلا بوش على الريموت برانش. نعمل ريفرش. ده كده السورس كود بتاعي بقى موجود على الريموت ريبوزيتوري. ده كده السكريبتس بتاعتي. تمام، اي تعديل هيتم مرة تاني. تعالوا هنا مثلا نمسح اللوج ده وهقول له get commit نفس الخطوات remove console country مثلا. بقى في بقى خطوة زيادة ان انا اقول له اعمل لي push عشان يبتدي يعمل push على الريموت ريبوزيتوري. هاجي هنا اعمل ريفرش، ظهر لي هنا الكومنت بتاعي. ده الكومنت اللي انا كتبته remove console country. هدخل على السورس، هدخل على الاب، هلاقي فعلا اللاين مش موجود. تمام، فكده اي تعديل هشتغل عليه على اللوكال ريبوزيتوري
هاعمل له push على الremote repository علشان كل الteam members يقدروا إن هم يشوفوا التعديلات دي. دلوقتي هابتدي إن أنا أبعت invitation للteam members أو للشخص اللي هيشتغل معايا على نفس الproject علشان هو كمان يكون على الremote repository علشان أقدر إن أنا أشوف تعديلاته وهو يشوف تعديلاتي. فهاروح على الsettings وبعد كده هادخل على collaborators وهاقول له add people. هابتدي أكتب الuser name أو الإيميل الخاص بالشخص ده، أنا هاكتب الuser name هيظهر لي هنا هاختاره وبعد كده هاقول له add الuser name اللي أنا ضفته. هيبتدي يبعت الinvitation دي أو هيبتدي يبعت notification على الجيميل الخاص بالشخص ده، تمام، وبعد كده هيبتدي إن هو يقبل أو يرفض. ده كده الaccount الخاص بالشخص التاني. هابتدي أروح على notification وهالاقي عندي الinvitation موجودة أهي، وهاقول له accept invitation. كده أنا بقيت موجود على الremote repository الخاصة بالمشروع. طيب الخطوة الجاية بقى إن أنا هابتدي أعمل clone للrepository دي عندي على الlocal machine علشان أبتدي إن أنا أشتغل على المشروع. نفترض دلوقتي إن أنا على machine مختلفة، أنا مثلًا واحد من الteam members اللي شغالين على المشروع، فمحتاج دلوقتي إن أنا أعمل clone. فهاروح دلوقتي على code وهاعمل copy للrepository URL. وهاجي هنا أقول له get clone وأعمل paste للURL. طبعًا علشان أكون authorized في حل من الاتنين، يا إما أنا باكون أصلًا authenticated بادخّل كل الcredentials بتاعتي على الlocal machine، تمام، يعني بعد ما باعمل clone ممكن أصلًا الGitHub نفسه هيطلّع لي message أو هيطلّع لي pop up أبتدي إن أنا أدخّل الcredentials بتاعتي، أو إن أنا أروح أعمل token، تمام، وأستخدم الtoken ده وأنا شغال على project. فتعالوا كده نشتغل بطريقة الtoken. هاقول له get clone وهيبتدي إن هو يعمل clone للproject عندي. تعالوا كده نروح على المشروع وهنبتدي إن إحنا نفتح المشروع على Visual Studio Code. طيب طريقة الشغل بتتم إزاي؟ زي ما قُلنا إن الشغل بيتم على branches. كل فرد من الteam بيبتدي إن هو يشتغل على الbranch الخاص بيه علشان بعد ما يخلّص الfeature بتاعته بيتم مراجعة الfeature ديّة أو الكود بتاعه قبل ما يتم قبل ما تتم خطوة الmerge على الmain branch. في الأغلب أصلًا الmain branch ده بيكون protected، مش أي حد يقدر إن هو يعمل push للكود عليه. فهاروح كده على الterminal، أول حاجة هاقول له get branch. طبعًا هو هنا بيقول لي أنت موجود على الmain، فهاقول له get checkout -p feature/ مثلًا profile. هابتدي إن أنا أشتغل على الprofile branch وهاضيف الكود بتاعي. وبعد كده بعد ما أخلّص هابتدي إن أنا أعمل commit، هاعمل add الأول وبعد كده هاعمل commit، هاقول له add profile page. وعلشان أعمل push للكود على الbranch بتاعي هاقول له get push origin وهاحدد اسم الbranch. كده هو عمل push للتعديلات بتاعتي على الbranch الجديد اللي هو feature/profile. لو جيت دخلت مرة تاني عملت refresh هاجي هنا دي list بالbranches اللي موجودة، هالاقي feature/profile وهالاقي الmain. طب في branches إحنا كنا عاملين لها create في البداية، ليه الbranches دي مش موجودة؟ في الحقيقة الbranches دي مش موجودة علشان هي ما زالت على الlocal repository، المفروض إن إحنا نبتدي نعمل لها push على remote repository، فناخد بالنا من الجزء ده كويس. يعني بعد كده لمّا نيجي نعمل أي تعديلات هنقول له برضه get push origin وبعد كده نحدد اسم الbranch زي الخطوة دي بالضبط. get push origin وبعد كده نحدد اسم الbranch. طيب الخطوة اللي بعد كده إن أنا هابتدي أبعت pull request للteam members بتوعي أو للشخص المسؤول عن الteam إن هو يبتدي يعمل review على الكود بتاعي عشان لو في أي مشكلة يبتدي يبلغني،
ولو الكود بتاعي سليم ما فيهوش أي مشكلة، يبتدي إن هو يعمل له merge مع الmain branch. فابتدي أقول له compare and pull request. ده بقى تفاصيل الطلب، يعني عندي هنا التايتل هو ضاف لي الكوميت اللي أنا كتبته والديسكريبشن، يعني أقول له مثلا added مثلا profile page، وبعد كده أقول له مثلا update authentication. ابتدي ان انا اكتب له description كامل عن التعديلات بتاعتي علشان يبقى عارف بالظبط الكود بتاعي ماشي ازاي. لو جينا فوق شويه هنلاقي ان انا مع البول ريكويست اقدر احدد البرانش اللي انا عايز تعديلاتي دي تكون موجوده عليه، يعني ممكن احدد المين برانش او التست برانش الستaging برانش ايا كان. فببتدي ان انا احدد البرانش اللي انا هبعت عليه الطلب ده علشان التيم ليد او المسؤول عن التيم يبتدي يعرف انا عايز التعديلات بتاعتي دي تروح على انهي برانش، هل التعديلات دي جاهزة ان هي تروح على التست برانش او انا هوديها على طول للبرودكشن برانش. وبعد كده اقول له create pull request. كده التيم ممبرز بتوعي او التيم ليد وصل له البول ريكوست ده، وهيبتدي ان هو يدخل على الريكوست ويبتدي يعمل ريفيو على الكود. طب تعالوا نشوف ده هيتم ازاي. انا كده على الاكونت التاني هبتدي اروح على البروجكت. تمام، هعمل ريفرش، هيقول لي انت عندك بول ريكوست واحد. هدخل على البول ريكوست. تمام، بعد كده ده التايتل، هدوس على التايتل. هبتدي اشوف الديسكريبشن اللي جاي لي من الممبر او الشخص اللي شغال معايا على البروجكت، كاتب لي هنا ديسكريبشن. هروح على الكوميت بتاعه. تمام، بعد كده هدوس على هعمل فيو للكوميت ديتيلز، وهبتدي اعمل ريفيو على الكود بتاعه. لو الكود فيه مشكلة ممكن ان انا ابتدي احط كومنت، هقول له هنا اد وابتدي اكتب كومنت. طيب لو انا عايز اعمل اكسبت هقول له submit review، وبعد كده هقول له approve وابتدي ان انا اكتب له comment. اقول له مثلا everything is good، هقول له submit. وبعد السبميت هبتدي ان انا اعمل merge للتعديلات، هقول له merge وconfirm. هروح مرة تاني على الريبو وهلاقي هنا اخر comment، الكوميت الخاص بالميرج. هدخل على السورس وهلاقي البروفايل موجودة. زي ما قلنا ان من اهم المميزات اللي موجودة في اي فيرجن كنترول تول وخصوصا الجيت ان انا اقدر ارجع لاي تعديل في اي وقت. طيب ازاي بيتم الكلام ده؟ اول حاجة بقول له جيت لوج علشان يبتدي يجيب لي كل الهيستوري اللي تم على المشروع. بعد كده ببتدي اشوف الكومنتس اللي موجودة وبحدد التعديل اللي انا عايز ارجع له. مثلا انا عايز ارجع للتعديل اللي حصل قبل الميرج، فعندي اكتر من طريقة اقدر من خلالها ان انا ارجع للتعديل اللي حصل قبل الميرج. اول حاجة طبعا باخد الكوميت اي دي كوبي، وبعد كده اول طريقة عندي بقول له get check out وبعمل paste للكوميت اي دي، هقول له enter. وزي ما انتم شايفين طبعا انا كده رجعت للتعديلات اللي حصلت، مسح لي الريدمي، عمل له حذف، وهنا الكود ده اتغير. وعندي هنا warning غريب بيقول لي ان انت في detached head state. يعني ايه الكلام ده؟ الهيد بيكون عبارة عن بوينتر، لو طلعنا فوق شوية هنلاقي ان الهيد دايما بيشاور على المكان اللي انا موجود فيه. فكل اللي حصل ان انا حركت الهيد من على اخر كوميت او اخر تعديل ورحت خليته يشاور على التعديل اللي انا حددته. هو ده الديتاجد هيد، ان انا حركت البوينتر من مكان لمكان. طيب عايز بقى ارجع تاني للمين، هقول له get check out main وكل حاجة رجعت تاني، الريدمي رجع واللاين اللي كان موجود هنا اتحذف. طب نفترض دلوقتي ان انا عايز ارجع للتعديل ده واحذف كل حاجة حصلت بعديه.
يعني أنا عايز أرجع للتعديل اللي قبل إضافة البروفايل وعايز أحذف أي حاجة تاني بعديه، بعمل إيه؟ هروح تاني لللوجز وهروح على التعديل ده. طيب وبعدين بقول له get reset dash dash hard وبعد كده بقول له paste للcommit ID. enter. بيقول لي دلوقتي إن الcommit ده هو الهيد، يعني هو أول تعديل موجود في الريبوزيتوري بتاعتك، مفيش أي حاجة تاني بعد التعديل ده. طيب بعد كده عايز أعمل push، هقول له push origin main dash dash force. زي ما احنا شايفين طبعا البروفايل خلاص راحت، وكده التعديل ده أنا حذفت أي تعديل حصل بعديه. الجيت والجيت هاب أصبحوا من التولز الأساسية لأي سوفت وير انجينير أو أي حد شغال في مجال التك في العموم. زي ما أنت شايف الشغل بقى منظم أكتر إزاي عن زمان، ودلوقتي بقى عندي فكرة البرانشز، أقدر أشتغل على تعديلات مختلفة على أكتر من برانش، والشخص المسؤول عن البروجكت يقدر إن هو يعمل أكسبت أو ريجكت للتعديلات دي. وكمان التطور ما وقفش لحد هنا، وجيت هاب بدأت تقدم لي الجيت هاب اكشنز اللي اقدر من خلالها ابني سي اي سي دي ورك فلو كامله. بالمناسبه انا شرحت الجيت هاب اكشنز على القناه، تقدر دلوقتي تتفرج على الفيديو. فمهم جدا ان انت تطور السكيلز بتاعتك في الجيت والجيت هاب، مهم تبقى فهمت كويس كل الكومنتس اللي احنا شرحناها في الفيديو بتاعنا، وتقرا اكتر وتعرف اكتر عن الجيت والجيت هاب. لحد هنا احنا وصلنا لاخر الفيديو النهارده، ما تنساش لايك وسبسكرايب، ولو في اي سؤال تقدر تسالني في التعليقات، واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.